أهلا وسهلا فيكم مستمعينا ببودكاست جديد من سلسلة جلسة تجميل مع الدكتور استشاري جراح التجميل وتنسيق القوام الدكتور أحمد شريفة. موضوع اليوم موضوع كتير مهم، بخصنا جدا، موضوع مش عادي، موضوع السوشيال ميديا وعلاقتها بالتجميل، لأن تأثيرها صار جزء كتير كبير من حياتنا اليومية حتى من دون ما نحس. رح نحكي عن العلاقة بين السوشيال ميديا والتجميل وكيف غيرت طريقتنا أو نظرتنا للجمال وكيف أثرت على قراراتنا التجميلية. ومعنا وكالعادة ضيفنا المميز الدكتور أحمد الشريفة، وصاحب الخبرة الطويلة في مجال التجميل الجراحي والغير الجراحي. أهلا وسهلا فيك أهلا. دكتور. خلينا نبلش من الأساس. كيف تغير مفهوم الجمال الطبيعي بعد دخول السوشيال ميديا على حياتنا؟ بصي، هي السوشيال ميديا ببساطة عشان ما نتكلمش بس ان هي كجمال، هي خلت الناس كلها شايفة بعض من كل حتة، من كل بلد، من كل ثقافة، من كل ثقافة مختلفة داخل البلد نفسها. كل واحد شايف التاني كأنه قاعد معاه من غير ما يكون يعرف. عولمة. بالظبط. فبقى خلاص الناس عاوزة تبقى شبه بعض. الناس اللي كانت شايفة ان في حاجة جمالية في شكلها هي كانت موافقة عليها، لما بتشوف بعينيها ان في حاجة احلى على حد تاني للأسف بتروح ان انا لازم تبقى عليا. فهي الفكرة كلها في الانتشار، ان احنا كلنا بقينا شايفين بعض، فكلنا بقينا عاوزين نقلد بعض في الشكل الجمالي. هو دي يعني هي دي القصة الكبيرة والمأساة في السوشيال ميديا، اننا ما عدناش قابلين الاختلاف، احنا عاوزين كلنا نبقى شبه بعض، خصوصا على المستوى الجمالي. 100%. اليوم نشوف ملامح متشابهة جدا بين دي الناس، حقيقة. ومعايير انحطت، ما بعرف كيف انحطت، بس مثلا تحديد الفك، المنخار الصغير المرفوع، العين المسحوبة. هيدي المعايير اللي هلا صارت متعارف عليها وكل ده حقيقة. البنات عم تلجأ لها، ده حقيقة فعلا. كأن في قالب موحد للجمال. حتى البنت بصبها كله عاوز بقالب، كل شكل واحد. 100%. برأيك مين اللي خلق هيدا القالب؟ المشاهير، الفلاتر، ولا خوارزميات السوشيال ميديا نفسها؟ لا، اللي خلق القالب ده يعني هو رقم واحد. الأزمة بتبتدي من جوه. بمعنى ايه؟ ان اغلب الناس بقى او اغلب الحياة بيحكمها المظهر الخارجي. صحيح. يعني دلوقتي كل واحد عاوز يلبس اغلى هدوم في الدنيا، احلى نظارة في الدنيا، يركب اغلى عربية، شو. يبقى شكله زي النجم الفلاني، شكله زي الفلتر الفلاني. الموضوع كبير لدرجة ان القيمة الانسان الداخلية بقت مفقودة. دايما غالبا اللي بيجروا ورا الترندات على السوشيال ميديا هم اشخاص من جوه محتاجين يلاقوا حاجة تانية جوه نفسهم غير شكلهم، لان الموضوع بقى كبير جدا. غياب بقى القدوة، وانت ما تعرفيش ده هل ده مخطط ليه او غير مخطط ليه على مستوى العالم كله، عشان بس يبقى الامور واضحة. مين القدوة دلوقتي؟ يعني انا احيانا انا اضحكك، احنا بنخرج بره النقاش شويه، بس هو يعني مربوطة شوية بالموضوع. احيانا بتابع اعمال كتير جدا، البطل قاعد في فيلا وراكب عربية مش عارف بكام مليون، واو واو، لابس براندز وكلام من ده. انت لحد الحلقه ال 30 انت مش عارفه هو بيشتغل ايه. 100%. تمام. في حين ان في ملايين الشباب بتكافح حتى لو هو معاه القدره الماليه، ولكن هي القدره الماليه دي جت بالكفاح. صحيح. فافقدنا الناس القيمه الانسانيه لينا بما نقدمه. مين المتصدر السوشيال ميديا دلوقتي؟ البلوجرز، اشباه الفنانين، حتى الفنانين الحقيقيين مش لاقيين لهم مكان. العلماء تواروا خالص عن انهم يبقوا قدوه. صحيح. فاحنا الموضوع بقى اعقد بكتير من فكره ان السوشيال ميديا بالميديا بكل حاجه افقدتنا احساسنا بقيمتنا الذوقيه. دايما اقول الناس بقت تهتم بالتصوير اكتر من انها تعيش اللحظه. صحيح. يعني زمان الناس كانت تعيش اللحظه وهم مبسوطين، في الاخر ممكن يطلعوا الكاميرا اللي كان فيها الفيلم اللي صورة بيتحمض الذكرى. ويتصور، والناس تفضل تقول ده باقي باقي 10 صور في الفيلم. هم حاجات كانت إنسانية، وكانت الصورة قد إيه رائعة وبتتاخد من مرة واحدة. دلوقتي مع التقدم الرائع والتكنولوجي والكلام ده كله، لا، الناس بقت مهتمة تصور ويوري للناس اللايف ستايل بتاعه قبل ما هو يبقى مستمتع باللحظة. حتى يعني ده بقى منعكس ان خلاص الناس مهتمة بالمظاهر، فانا عشان اطلع في الستوري شكلي حلو فانا لازم يبقى شكلي بالطريقة الفلانية، الميك اب بالطريقة الفلانية، بقينا كلنا فلتر فلتر الفلاني فلانة، كلنا هكذا. بقينا شبه بعض. صحيح. صحيح. هل صادفت حدا من اللي اجوا لعندك وقال لك، قالت لك او قال لك بدي اشبه فلان الفلاني، يعني لا، ده اعطتك على صورة طول وانا بدي؟ هي بتطلع صورة لحد تاني اه سواء مشهور او غير مشهور.
طب وكم نسبة أنت ممكن إنه ترضي العميل يصير يشبه؟ لا، انا هل انا في الاخر دكتور، آه مش هرضي العميل على حساب الشكل الجمالي. جميل جدا. اولا رقم واحد، انا مش راجل بتاع فوتوشوب، يعني انا ما ينفعش اشيل مناخير الممثله الفلانيه احطها على وش العيانه. هي بتتعامل زي ما هي عاوزه على الفلاتر وعلى الفوتوشوب وعلى الصور، انا بتعامل مع في جسم. الواقع لا. يعني آه واحده جلد مناخيرها رفيع، انت عاوزه تبقي زيها ازاي وانت جلد الانف بتاعك سميك؟ والعكس، مش معناه ان هي وحشه، ممكن يكون اصلا اللي هي طالباه مش حلو عليها. صحيح. ولو مش حلو عليها انا مش هعمله، حتى لو في قدرتي الطبيه والجراحيه ان انا اعمل لها ده. فلا، الجراح مش لازم يوافق المريضه على كل حاجه هي طالباها يعني. هون بيتدخل الضمير بالتجميل، لأن للأسف في دكاترة بتقول لك أنا بهم مثل ما بدها ارضيها، لكن الضمير بتفرق بين دكتور ودكتور. طبعا اكيد طبعا. الضمير المهني جدا. بصي، الضمير بيفرق في كل حاجه، في الشغل، في اي مجال عمل الضمير بيفرق. كل واحد بيحب شغله وبيعمله باخلاص وضمير. صحيح. مش معناه انه احسن واحد في الدنيا، ولكن على الاقل عاوز يقدم للناس احسن حاجه هو يقدر يعملها. جميل. بالمقابل، هل بتشوف أن السوشيال ميديا ساعدت في رفع الوعي عند الناس؟ يعني صار عندهم معرفة أكتر بأوجه الجمال؟ برضه ليها وجهين، ملهاش علاقه. يعني في السوشيال ميديا او عموما الثوره المعلوماتيه اللي حصلت في الفتره الاخيره، لا، هو انت لو عاوز تحصلي على معلومه دقيقه في ادوات تانية زي البحث على الويب او كده، ده غالبا بتديكي معلومه دقيقه للامانه، معلومات قريبه من الدقه. مشكله السوشيال ميديا ان احيانا المريض بياخد المعلومه من مريض تاني، احيانا بياخد المعلومه من حد عاش تجربه سواء حقيقيه او غير حقيقيه وبينقلها له. والحقيقه ان احنا برضو كجراحين، عشان ما نبقاش بنتهم الناس بكل حاجه، احنا كجراحين ما نقلناش الحقيقه للناس بدقه، فبقى بيدور ويتحرى الدقة عند حد تاني غير الدكتور عشان اعتقادا منه انه هيقول له الحقيقة او ان مفيش مصلحة انه يقول الحقيقة. بمعنى ان مثلا يتقال على شفط الدهون جلسة، شفط الدهون عملية يا جماعة في أوضة عمليات، مش حاجة اسمها جلسة. شد الجلد لو في ترهل كبير، شد الجلد بدون جراحة، مفيش حاجة اسمها كده. الجلد ترهل وسقط من مكانه لازم يبقى فيه جرح. الأجهزة الجديدة اللي دخلت معانا دلوقتي زي مثلا أجهزة الار اف، الفيزر، الايبكس 1، الرينوفيون، اضافت لشد الجلد. بس برضو مش كل العيانين هينفع نعمل لهم الاجهزه دي، وغيرها وغيرها. ان الانف السميك، ما اقولش ان الانف السميك عمر نتيجته ما هتطلع زي الانف السان سكان. كل ده بيخلي المريض يدور على شانلز تانية، ناس تانية يسمع منهم، ترضيه أو ترضي تقول أو الحقيقة هو اعتقادا منه بيقول الحقيقة. فهي الموضوع بقى متداخل. السوشيال ميديا أو الثورة المعلوماتية أضافت أن المريض بقى عارف أكتر وفاهم هو داخل على إيه، وأحيانا بيكون واخد معلومات مضللة من الناس اللي عاشوا التجربة. أهم شيء المصداقية، ده طبعا. اللي عاش التجربة أو حتى أو حتى الجراح. الطبيب اللي بيقدم الخدمة لازم يقول الحقيقة. صحيح. جميل. هلا بنفس الوقت بنلاحظ انه المحتوى احيانا بيعطي توقعات غير واقعيه للتجميل. هل تعتقد ان هذا يسبب احباط او خيبه امل عند بعض المرضى اللي بيجوا لعندك؟ طبعا، لان انا لما بقارن نفسي بحد انا مش هقدر اوصل له مع اي جراح تجميل، ده نوع من انواع الاحباط. ولكن انا عندي احباط دايما. اقول للمريضه لما بتيجي تزعل مني، انا بقول لها مش هقدر اوصلك لده، اقول لها انت احباط دلوقتي احسن ما اعمل لك العمليه واوعدك ويجي لك بعد كده احباط ان انت ما وصلتيش ليها. صحيح. ده نوع من الانواع. الاحباط التاني اللي بيجي انه احيانا بعض الناس تعرض نتائج غير طبيعيه اطلاقا. واحده وزنها كان كبير وبعدين عملت تكميم وبعدين عملت تنسيق قوام، ينفع اختصر الرحله في اخر لقطه واجيب صورتها القديمه واحط صورتها الجديده واقول هي دي وكأنه سحر؟ كانه سحر. ده برضه. وتستغل احيانا ان بعض الناس مش فاهمه، ده مش ده مش مظبوط. فالممارسه عموما تتعلق، ممارسه السوشيال ميديا هي ممارسه تتعلق بالانضباط. يعني السوشيال ميديا ادت الحق لكل الناس انها تعرض رايها بصوره اكسبوزد اكتر للكوميونتي اكبر بكتير. فالموضوع بقى خلاص متعلق بالضمير، انت بتقول الحقيقه ولا ما بتقولش الحقيقه. صح، مصداقيتك. خلينا نروح للجانب النفسي شوي. هل فعلا السوشيال ميديا زادت من القلق او الهوس بالمظهر الخارجي؟ السوشيال ميديا أحد الأسباب مع تغير الثقافة وغياب القدوة خلت الإنسان السيدة أو الرجل واخد قيمته من شكله، واخد قيمته من الهدوم اللي هو لابسها، واخد قيمته من العربية اللي هو راكبها، واخد قيمته آخر حاجة بيفكر فيها قيمته الإنسانية وقيمته الوظيفية وقيمته
القيمة اللي بيقدمها للمجتمع. فطبعا ده خلى هاجس نفسي رهيب عند البنات، خصوصا لأن السيدات دايما هم يحبوا يظهروا بشكل كويس. دي حقيقة من آلاف من يوم ما البشرية اتخلقت، فطرة فطرة صحيح. لكن لا، خلت الناس، أنا حياتي كلها في شكل مناخيري، في شكل سحبة عيني، في شكل وشي، في شكل لا مش معقولة، انت يعني قيمتك أكبر من كده بكتير. فده شكل ضغط، شكل ضغط رهيب، شكل ضغط غير طبيعي. الترندات اللي بتطلع على السوشيال ميديا ببعض المشاهير، وشوفي حلوة ازاي، شوفي جميلة ازاي، كلنا لازم نبقى شبهها، شوفي الرجالة بيحبوها ازاي او حابين الشكل ده. شكل ضغط رهيب. الموضوع أعمق من السوشيال ميديا. تعامل الآخرين، تعامل الرجل مع المرأة، ان هو شايفها قالب واحد. يعني انت بتقيم المرأة على انها كيرف معين، شكل وش معين، شكل معين لأبعاد الثدي، هو ده نفسه بقى عبء. يعني الموضوع أعمق من السيدة اللي قاعدة قدام السوشيال ميديا. بدي أسألك، الشاب والرجال له دور كتير أساسي طبعا. حتى. فأنت ترجعي بقى تاني. أنا بيجي لي سيدات متدمرة نفسيا، متدمرة نفسيا، مع ان الديفول اللي عندها بسيط جدا. ليه؟ لان جوزها طول الوقت بيعلق عليه، وغالبا جوزها ده انت لو شفتيه يعني الواحد بقى مش قادر يتكلم. بس فانت طب حتى يعني اقول لك حاجه، يعني انت لو في ديفو حد وحش قدامك، في حاجه اسمها جبر الخواطر. اجبر خاطره يا اخي، مش لازم تقول لها كلمه وحشه. صح. علي ثقتها بنفسها حتى لو من ورا قلبك، ده يعني مش كذب، ده انت الحلوه بالظبط. السوشيال ميديا مع الرجاله، مع تغير المجتمع، مع غياب القدوه، مع الحياه الماديه اللي احنا بقينا عايشينها، احنا كلنا بقينا علاقاتنا بالاخرين كلها من خلال السوشيال ميديا، الفيديو كولز والكلام ده كله. الموضوع كبير، خلى في عبء مادي، عبء نفسي على المريضه او الرجل او سيده، ان هو عاوز يبقى بشكل معين. وبالأخص أن صار الإنسان يهتم، يعني بالسوشيال ميديا ببين لك وجه معين، وما وراء السوشيال ميديا وجه تاني. بالضبط. برأيك ممكن الشخص يوازن بين اهتمامه بجماله الخارجي وبين يتقبل ذاته مثل ما هو؟ لما نوصل للنقطة دي كل المشاكل تختفي معنا كجراحين تجميل. لما اوصل ان انا لازم يبان شكل حلو، بس لازم انا كمان من جوه اكون عندي الثقة بنفسي. والحقيقة هو مش تحيز، ولكن أغلب مثلا الناس اللي هم واثقين من نفسهم ومحققين نجاح في حياتهم المهنية من أقل مستوى لأعلى مستوى، مش بتكلم على شهادة معينة أو تخصص معين، غالبا بيكونوا مريحين جدا. لأن أنا قيمتي مش من شكلي، قيمتي من من القيمة اللي بقدمها، قيمتي من نجاحاتي، قيمتي من نجاحي المادي والمعنوي. بالظبط. وبلس كده دايما لما بيكون في شريك حياة سبورتيف، شريك الحياة مش لازم رجل، ممكن الأم. أحيانا بنلاقي إن بنت جاية مامتها شايفاها وقاعدة تقلب فيها زي ما تكون بتقلب في عروسة ماريونيت، يعني منظر مش لطيف إطلاقا. والبنت تقول لها أنا حابة نفسي كده، لا أنا مش اعملي كده، لا مش اعملي كده. هي البنت لو مش حاسة نفسها بمشكلة وحاسة بقيمتها، انت جاية تعملي كده ليه؟ صح. يعني انا دايما مثلا مريض يخش عندي، احيانا كجراح يعني بفكر ادي جاي عندي عشان داخل عليا كده عشان الانف. الانف فيه ديفو، تتوقع. ايوه. ما اتكلمتش في الانف. من ضمن الايثكس والذوق والاحترام المهني والانساني، انت ما تعلقش على الانف، هي عاجبها انفها. صح. فما تجيش انت برضو كأم، انت بنتك شكل مناخيرها عاجبها، ليه تقعدي؟ هل بقى البنت بعد كده تبقى راضيه؟ لا، بتعاني من مأساة طول الوقت، اضعاف ثقه في النفس، بتعمل عمليه مش راضيه عنها. هل هي هتبقى مبسوطه بعد العمليه؟ ما المريضه مش مبسوطه، انا ما كانش شايفه ان في مشكله اصلا، وهكذا. فالدايره واسعه جدا، مش سوشيال ميديا بس، هي تغير العلاقات الانسانيه في العقدين الاخرين. هو ده اللي اثر على مفهوم الناس للجمال، وان هم عاوزين شكل وقالب موحد بشكل معين. شو بتعطي نصيحه للشباب اليوم وللبنات؟ الشباب أول حاجة أنصحهم دايما أنهم يتعاملوا مع الآخرين، سواء من هو طفل مع زمايله أو زميلاته أو مع شريكة حياته لما يكبر شوية، باحترام القيمة التي تقدمها السيدة مش جسم، مش منظر. صحيح. تمام، مش كيرف معين. كلنا بنحب السيدة الجميلة، احنا مش ملايكة. صحيح. ولكن في حاجات وراء الجمال بتكون، ممكن ست جميلة جدا وتتكلم ما تستحمليش تقعدي معاها 5 دقايق. صحيح. وممكن ست متوسطة الجمال تبقى جذابة جدا ليكي في النقاش. صح. ده تمام. فانت قيمتك تضيفها انت كرجل، لازم تكون بتضيف للسيدة اللي قدامك علشان تديها ثقة في نفسها. ده رقم 1.
رقم 2، قيمتك انت كبني ادم مش في شكلك ومش في عضلاتك ومش في عربيتك، قيمتك في القيمة الإنسانية اللي هتقدمها. وبالنسبة للسيدة برضو قيمتك مش في نظرة راجل أو نظرة أم ليكي أو في نظرة صديقة ليكي، قيمتك في تفكيرك وطريقة كلامك وإنجازاتك الشخصية واعتمادك على نفسك بدون المبالغة في ان انت تبيني ان انت dependent woman والكلام ده، صح independent woman والكلام ده. فلا، بس الأنثى أنثى والرجل رجل، ولكن في النهاية لازم يكون عندك قدر من الاعتماد على نفسك والثقة بنفسك، ما تخليش هوس عمليات التجميل يوصلك للمراحل تندمي عليها، خصوصا العمليات الجراحية ما نعرفش نرجع فيها زي الفيلرز والبوتوكس والكلام ده كله. قيمتنا الإنسانية بالنسبة للرجل والسيدة، دايما اسأل نفسك سؤال واحد: لو أنا غبت النهاردة، ما ظهرتش النهاردة، ما كنتش موجود أسبوع وشهر، هيفتقد مين الناس هتحس هيحسوا بإيه؟ هتعدي كده، ولا الناس هتفتكرك بالخير ولا لأ؟ ولما يفتكروك بالخير وتبقى متأكد إن في ناس هتفضل فاكراك وأثر طيب أنت سبته في نفوسهم، فتأكد إن قيمتك من ده مش من شكلك أو شكلك. اللي هي الباقيات الصالحة. بالظبط. طيب قبل ما نختم دكتور، عنا فقرة خفيفة سريعة، سؤال وجواب. رح أسألك أسئلة سريعة وجاوبني جواب مختصر. أول سؤال: أكتر عملية تجميل الناس بيطلبوها منك اليوم؟ الأنف، سواء رجال ونساء؟ لا، أغلب النساء. أوكي. عملية تتمنى الناس يوقفوا يطلبوها من دون سبب مقنع؟ عملية الناس تتمنى هيك ما عادش يطلبوها منك لأنه ما إلها سبب مقنع، يعني ما إلها عازة هاي العملية. صحة العين. أوكي. شو أكتر فكرة خاطئة منتشرة عن التجميل اليوم؟ أكتر فكرة خاطئة إنه ممكن يغير بني آدم من شكل لشكل تاني خالص في خطوة واحدة. نصيحة قصيرة لأي شخص بفكر يسوي تجميل؟ إن القرار يكون طالع من جواك بدون ضغط الآخرين، وإن أنت تكون محتاج فعلا العملية دي. جميل جدا. لو كان الجمال كلمة وحدة، شو بيعني لك؟ الروح. صحيح. شكرا لك كتير دكتور أحمد. كلام جميل جدا، نصائح جميلة جدا، وحلقة مليئة بالمعلومات القيمة التي بتتكلم عن قيمة الإنسان من جوا قبل ما تكون من برا. شكرا دكتور أحمد شريفة على حضورك معنا اليوم وعلى هذا الحوار الصريح والممتع. شكرا لمستمعينا على وقتكم، ولا تنسوا تتابعونا في الحلقات القادمة، لأن رح نحكي أكثر عن التجميل الوعي والجمال الحقيقي اللي بيبدأ من جوا قبل ما يطلع لبرا.